خليني أقولك حاجة يمكن تزعل. الطفل مش عنيد، الطفل بس بيعمل اللي اتعود عليه. وإحنا اللي عودناه. الموقف اليومي حاجة كل أم عملتها. قلتيلي لابنك لم لعبك، قال حاضر وما لمش. عدى شوية زهقتي، قمتي لميتي انتي، وانتي من جواكي متعصبة من غير ما تحسي. وصلتيله رسالة: لو طنشت ماما هتعمل مكاني. هو مش قليل الأدب، هو فاهم القاعدة. الأم الهادية مش بتزعق ليه؟ مش لأنها هادية، لكن لأنها ما بتعملش مكان ابنها. هي بتقول مش هننزل غير لما اللعب تتلم، وبتقف حتى لو اتأخرت، حتى لو اتوترت. لا زعيق ولا شرح ولا لوم. العقاب مش ضرب، العقاب إن الحاجة الحلوة تتأجل. مثال واقعي تاني يحصل كل يوم. الطفل مش راضي يلبس وانتي مستعجلة، بدل ما يلا بقى هتأخرنا تقولي احنا واقفين لحد ما تلبس وتستني. الطفل يتلكك، يزعل، بس يتعلم إن الوقت ما بيتفوتش. إحنا بنزعق لما نسيب الحاجة تعدي وبعدين نغضب. الخلاصة البسيطة جدا: الأم المسموعة بتقول جملة قصيرة، بتعمل اللي قالت عليه وما ترجعش في كلامها، مش أكتر. الحزم مش قسوة، الحزم راحة. لما تبطلي تنقذي ابنك من النتيجة، صوتك يعلى وقيمته من غير ما يعلى.